قبل ما نبدأ، سيب أي قناعة عندك عند باب اللحظة دي، واعتبر الدقايق الجاية مش محاولة للإقناع، لكن دي دعوة إنك تشوف الحياة من زاوية يمكن تكون نسيتها من زمان. وهنا في قعدة الروقان إحنا مش بندور على إجابات جاهزة، لكن إحنا بندور على فهم أعمق. ولما الفكرة تلمس قلبك هتلاقيها محفوظة في قعدة روقان، أرشيف القلوب، المكان اللي الذكريات فيه مش مجرد ماضي، لكن دروس ومشاعر وحكايات لسه بتشكل حاضرنا. أنا نعمة الكومي، وده بودكاست قعدة روقان. النهاردة عندي سؤال يمكن مر على قلوب كتير مننا، بس قليل اللي وقف معاه بالست. ليه رغم كل العلامات ورغم كل التحذيرات ورغم ان العقل احيانا بيقول بوضوح الموضوع ده مش هيمشي، احنا بنقرر نكمل؟ ليه بنراهن على الطرف الخسران؟ مش بس في الحب، لكن في الصداقة وفي الشغل وفي العلاقات، واحيانا حتى في احلامنا، كأن في حاجة جوانا مصممة تمشي عكس الاحتمالات، مصممة تقول يمكن المرة دي القصة هتتغير. خليني أسأل سؤال بسيط: كم مرة في حياتك حسيت إنك الوحيد اللي شايف الخير في شخص معين، والوحيد اللي مقتنع إن جواه حاجة حلوة، والناس حواليك كلها كانت شايفة العكس، وكانوا بيقولوا لك الشخص ده مش مناسب ليك، العلاقة دي مش هتكمل، والرهان ده خسران، وانت كنت مصمم تكمل؟ ليه بنعمل كده؟ الحقيقة إن الإنسان بطبيعته مش بيحب يلعب لعبة مضمونة. الغريب إن القلب أحيانا بيحب التحدي، وبيحب يحس إنه قادر يغير النتيجة، وإنه قادر يصلح اللي الناس كلها قالت عنه مستحيل. كأننا داخلين علاقة مش علشان نعيشها، لكن علشان نثبت حاجة. في ناس كتير بتراهن على الطرف الخسران لأنهم شايفين نفسهم فيه. أيوة، الشخص اللي الدنيا مش واقفة في صفه، الشخص اللي حظه قليل، الشخص اللي الناس مش شايفاه كفاية. بنفهمه يمكن لأنه بيفكرنا بنفسنا، يمكن لأن جوانا جزء صغير حاسس إنه برضه كان في يوم الطرف اللي محدش راهن عليه، فبنقرر نكون الشخص الوحيد اللي يراهن. لكن المشكلة إن الرهان ده أحيانا بيبقى مكلف جدا، لأنك مش بس بتراهن بوقتك، لكن أنت بتراهن بمشاعرك وبصبرك وبثقتك وأحيانا بكرامتك. بتستثمر كل حاجة عندك في شخص أو علاقة يمكن أصلا ما طلبتش منك كل ده. في نوع تاني من الناس بيراهن على الطرف الخسران مش حبا فيه، لكن حبا في فكرة البطولة. في ناس بتحب دور المنقذ، تحب تحس إنها اللي هتصلح كل حاجة، إنها الشخص اللي هيخلي العلاقة تنجح، والشخص اللي هيغير إنسان، والشخص اللي هيكتب نهاية مختلفة للقصة. لكن الحقيقة المؤلمة إنك مش مسؤول تنقذ حد، وإن العلاقات مش مشروع إصلاح، وإن الإنسان ما بيتغيرش علشان حد راهن عليه، لكن الإنسان بيتغير لما هو نفسه قرر يتغير. لكن خليني أكون صريحة، مش كل رهان على الطرف الخسران غلط. أحيانا الرهان ده هو أجمل حاجة في الإنسان، لأن العالم نفسه اتغير بسبب ناس راهنت على حاجات الكل قال إنها مستحيل، وناس صدقت في شخص محدش كان مصدق فيه، وناس دعمت حلم الكل كان شايفه وهم. لو كل الناس راهنت بس على الفايز ما كانش في حد هيبقى فايز أصلا. لكن الفرق الكبير بين الرهان الجميل والرهان المؤلم هو الوعي، إنك تبقى فاهم إنك بتراهن على إيه. بتراهن على شخص بيحاول فعلا، ولا على شخص متعود يخسر ومرتاح كده؟ بتراهن على حلم قابل للحياة، ولا على وهم انت اللي بتغذيه؟ بتراهن علشان تحب، ولا علشان تثبت لنفسك انك صح؟ اصعب لحظة في الرهان هي اللحظة اللي بتكتشف فيها انك كنت الرهان الوحيد، وان الطرف التاني ما راهنش عليك ولا على العلاقة ولا حتى على نفسه. ساعتها مش بس بتحس بالخسارة، لكن بتحس انك كنت بتلعب لوحدك. بس خليني اقول حاجة مهمة: الناس اللي بتراهن، الناس اللي بتصدق، والناس اللي بتدي فرصة، دي مش ناس ساذجة، لكن دي ناس قلبها حي. لكن الذكاء الحقيقي مش إنك تبطل تراهن، الذكاء الحقيقي إنك تعرف إمتى تكمل الرهان وإمتى تسحب فلوسك من اللعبة. يمكن السؤال الحقيقي مش ليه بنراهن على الطرف الخسران، لكن السؤال الحقيقي هو إمتى نعرف إن الرهان انتهى، وإن اللي قدامنا مش محتاج دعم،
لكن محتاج يواجه نتيجة اختياراته. قبل ما نختم الحلقة خليني أسيبك مع سؤال صغير. فكر في حياتك، هل في مرة راهنت على حد وخسرت؟ ولو الزمن رجع هل كنت هتختار نفس الرهان ولا كنت هتحافظ على قلبك أكتر؟ كنت معاكم في قعدة من قعدة روقان. ولو الحلقة لمست حاجة جواك شاركها مع شخص يمكن يكون لسه بيحط كل قلبه في رهان خسران. ونتقابل في قعدة روقان جديدة.